السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم حلوة لسان الطير او لسان العصفور كما كيقولوا ليها. كتجي رائعه واقتصاديه، كتوجد بسرعه وبواحد الطريقه اللي سهله جدا. تبعوا معايا الفيديو الى الاخير. غنحتاجو كيلو الدقيق، واحد الرشه ديال الملح، غنحتاجو رشيشه ديال القرفه، شويه ديال الفاني، ساشي د نكهه زهر البرتقال، واحد ساشي ديال خماره الحلوى. كنخلطوا النواشف مع بعضياتهم مزيان، وكنديروا نص كاس ديال الزبده مذوبه، نص كاس ديال الزيت، وكنجمع العجين بكاس ديال الماء عادي من الصنبور، الماء بارد عادي. كنبقى نجمع شويه بشويه، كنضيف كذلك الكاس الثاني، وكنحاول نجمع بين يديا بشويه بحال هكا. خص العجين يبقى شويه قاصح، ما يجيش رطب بزاف. وكنزيد الكاس الثالث وصافي. الا احتاجت كنزيد واحد نص كاس بركه. كنديرو في بلاستيك وكنخليه واحد ساعه المكانه يرتاح مزيان باش يعطيني الطعم في الخدمه. كندير شويه ديال الزيت في يدي، وكنبقى ندير كويرات قريصات صغيورين بحال هكا، يكونوا صغيورين وفي نفس القد بحال غتقرصو مسمن. قريصات صغيورين ويكونوا في نفس القد من الاحسن، على حسب عاوتاني المقله ديالكم اللي غطيبوا فيها. انا عندي مقله صغيره درت قريصات صغيورين. بقاو بحال هكا مستمرين حتى كتكملوا العجين كله. كتغطيوها بلاستيك وكتخليوها ترتاح واحد ساعه المكانه كذلك باش تعطيكم الطعم في الخدمه. شوفوا دابا من بعد ما ارتاحت ليا غنبقى نقرصها بحال هكا، غادي نبقى ندق عليها بحال هكا بشويه حتى كتحل ليا العجين. وكندير المقله تسخن حدايا وكنحطها، كنحط اول وحده، من بعد كندير الثانيه، وكنستمر بحال هكا. وباش تجيكم ساهله ودغيا كتوجد ليكم، كديروا وحده فوق وحده. هادي كتقلبوها بحال هكا وكديروا فوق منها هاد الوحده، يعني بحال هكا تصايبوا تريد ديال الرفيسه بحال هكا باش تجيكم ساهله. وما تخافوش راه غتلصق ليكم، غير دهنوا بشويه ديال الزيت وما تخافوش منها، راه كاع ما كتلصق. في الاخير انا غنوريكم كيفاش كتحيد بكل سهوله، راه ما كتلصقش حبه فوق حبه، كيتحيدوا بكل سهوله. وكنستمروا بحال هكا، كنطلقوا وحده ومن بعد كنقلبوا هذيك اللي في المقله، وعاد كنديروا عليها هذيك اللي باقه بالعجينه. كنستمروا بحال هكا، شويه ديال الزيت دائما، ما كنطلقوا لا بنشه لا بمدلك لا والو، غير شويه د الزيت. من بعد ما كتكون ارتاحت لينا العجين مزيان، وكنستمروا بهذه الطريقه هذه وحده فوق وحده حتى كنكملوا العجين ديالنا كله. راه كتجي ساهله دغيا كتوجد بهذه الطريقه هذه اللي قلت لكم. حتى ما تبقاو ديروا وحده وتسناوها تطيب وتحيدوها وتعاودوا تحطوا وحده وتسناوها تطيب وتعاودوا تحطوا وحده، هكا احسن لكم من الاحسن. وانا راني جربتها وناجحه هذه الطريقه هذه، وكتجي الورقه ديالها غزاله ودغيا كترولا لكم في يديكم، يعني دغيا كتجمع كتجي زوينه بزاف. غير ما تخليوهاش طيب بزاف، العافيه تكون مهيله، غير كتشمع ديك العجينه شويه وكنقلبوها صافي. من بعد كنحطوها في واحد المنديل، ديك الكميه اللي درنا كنحطوها وسط واحد المنديل، وكنبداو نحيدو حيده مور حيده بحال هكا غير بشويه. ها هي كما كتشوفوا راه تحيدات ليا بكل سهوله. وكناخذوا اول وحيده وكنبقاو نلويوها بحال هكا. كندير الدقيق والماء بحال هكا وكنلصق باش نلصق الجنيبات العجين باش ما كتحلش ليا. وكنبدا نحطهم كذلك، تنخليهم واحد ساعه ولا ساعتين حتى كتنشف ليا ديك الدقيق والماء. ولا بغيتو كاع من الاحسن بيتوهم حتى الغدا وعاد قطعوهم. كنتو مزروبين فيهم خليهم واحد ساعتين يرتاحوا بيد ما ينشف داك الدقيق اللي لصقنا به وترتاح لينا مزيان العجين. هنا من بعد في الصباح بديت كنقطع فيهم، راه ما كيتحلوش في مره كتلوحوهم في الزيت، راه ما كيتحلوش. كتبداو تقطعوا غير بشويه بحال هكا بالمقص على شكل جانبي بحال هكا، بحال شكل ديال لسان الطير او لسان العصفور. كل واحد شنو كيقول لي هاد الحلوه راه قديمه من زمان، وكل واحد كيفاش كيصايبها. كاين اللي كيدير فيها الزبده، البيض، الحليب، بزاف ديال الامور. ولكن هذا ما قل ودل، المقادير قليله. وبالنسبه للمذاق او التقرمشه راه كتجي كتحمق وكتجي فتيه، ما كتجيش مقرمشه قاصحه كضر في السنان. جربوا، انا ما غاديش ندموا على هذه الوصفه وغادي تعتمدوها عندكم.
هي الوصفة اللي كندير تقريبا كل عام ديال رمضان. ورمضان مبارك سعيد عليكم، يدخل عليكم بالصحة والسلامة. وما تنساوش تخليو ليا جيم وتبارطاجيو الفيديو الا عجبكم، الا عجبتكم الوصفة، وشي كومونتير زوين من عندكم. هنا من بعد ما كطيب ليا، كطيب غير شويه، يعني ما كتخليوهاش طيب بزاف حتى كتحمر في الزيت. بعد ما كطيب كنرميوها في العسل اللي كتكون دافيه، ضروري العسل دفيوها. ومن بعد ما كنحطهم في العسل، كنحاول نغطسهم شويه باش كيشربوا مزيان العسل، وكنحطهم في واحد الكسكاس اولا الشبيكه باش يستقطروا من داك العسل. وكنرشهم في نفس اللحظه، كنرشهم بالجنجلان اللي كيكون محمر ديجا، باش كيلصق ليهم الجنجلان مع داك العسل. ما كتجي فين تبرد العسل حتى كيكون لصق الجنجلان فيهم بحال هكا. وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل. وكن وكنوجد الحليوه ديالي، كنحطها في شي طبيصيل، وهذا هو الشكل النهائي. يمكن لكم تحتفظوا بها في الفريغو، كتجي رائعه، وقت ما بغيتو كتجبدوا الكميه اللي بغيتو تاكلوها، كتبقى بنفس المذاق بنفس التقرميشه، كتجي فتيه شيشه ورائعه. وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، وبالصحه والراحه.